اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن توبيك مهم بالذات في الجزء الخاص بالناس اللي شغالين على الانستجرام عشان اللبس، وبيبقى دايما عندهم مشكله مع المودلز او ما عندهمش خبره ان هم يشتغلوا فوتوشوب ويقدروا يدمجوا اللبس بتاعهم. حرفيا انا جايب لك اداء ورك فلو. لو انت شايف ان يكون في يو اي اصعب كمان من الفوتوشوب، لا دي مشكله. يعني حرفيا انت بتنزل البرنامج وتاخد الورك فلو اللي انا مديها لك دي، تحطها هنا وتبدا تشتغل. هقول لك هوريك سهوله الموضوع ماشيه ازاي، ولكن حرفيا الاداه ديت هنمشي مع بعضينا واوريك ازاي انك انت تقدر تحط تي شيرت، تقدر تحط موديل، وبعد كده هو يلبس التي شيرت للموديل دوت زي ما انت شايف. امشي معاك خطوه خطوه، اشرح لك الورك فلو كلها، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل. بس عشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، زي ما قلت لك هي الورك فلو كلها بسيطه. كل اللي انت عليك بس انك انت بتحط صوره لاي وات ايفر لبس. مش لازم لبس، كمان ممكن تحط باترن، ممكن تحط اي حاجه. يعني مثلا بالنسبه للولد دوت انا ممكن نخلي الموضوع ده كده. فمثلا زي ما انت شايف كده، لو انت اخترت باترن، لو انا مثلا اخترت باترن زي ديت، تمام، شكلها شيك ودوست عليها هنا كوبي، قمت جاي داخل على الورك فلو. طبعا هنا مش تيشيرت، انت شفت التيشيرت عامل ازاي. اجي عند الكلوز احط الباترن بس. فاهم انت؟ فاهم قصدي في الجزء ده؟ مش لازم تحط نوع من انواع اللبس. وتقوم جاي كاتب بس هنا تي شيرت. لو انت عايز تكتب تي شيرت كنوع من انواع التوضيح، تعالى اوريك البروسيس بتمشي ازاي. اول حاجه هو بيقسم، بياخد الصوره ديت والصوره دي بيحطهم مع بعض في صوره واحده. بعد كده بيبدا يدرس، يشوف الصوره. انا كاتب هنا شيرت، فبيعلم على الشيرت بتاعه. وبعد كده بيدخل هنا في البروسيس، يبدا يشوف في الكليب تكست انت اوريدي كاتب ايه. فانا كاتب شيرت. بعد كده طبعا الخطوه اللي بعد كده بيدخل في الستايل وريدوكس. اللي مخلي الورك فلو دي كويسه الفتره، يعني اللي مخلي دي عن القديم، ان دي في داخل فيها ريدوكس وداخل فيها الموديل بتاع فلوكس فيل. زي ما انت شايف هنا، قبل كده كانوا بيستخدموا اس دي اكس ال وبيستخدموا حاجات، فكانت الجوده استحاله تطلع كويسه، بالذات مع جوده اللوجوهات وجوده الحاجات ديت ما كانش بتطلع شكلها كويس خالص. فهو بعد ما يخلص البروسيس دي زي ما احنا متعودين هيدخل على الكي سامبلر. فانا هسرع الفيديو شويه لحد ما يبدا ويخلص التيشيرت. فزي ما انت شايف هنا كده، قام جاي حاطط لك نفس الباترن اللي انت مستخدمها كتيشيرت. وزي ما انت شايف الجوده طالعه كويسه جدا جدا جدا. وعامل لك صوره كمان لو انت عايز الباترن والباترن بالتيشيرت جنب بعضيهم. فدي كده اول طريقه. طيب ده بالنسبه للجزء ده. الجزء الثاني اللي انت لازم تكون عارفه كويس جدا، الجزء بتاع الامبنت ماسك هنا، ماسك هنا. فانا علشان اظبط الجزء دوت، تمام، انا مثلا بكتب هنا شيرت. لكن تعالى مثلا يعني لو انا عايز اغير التكتشر بتاعه البطل، او تعالى ندخل في حاجه جديده خالص. ده ايميجن اف اكس، لو حدش يعرفه ده تبع جوجل. انا لازم افتحه بفي بي ان، فانا عامل الفي بي ان دلوقتي على نايت ستيت علشان اقدر افتح واشتغل بيه. فلنفترض مثلا ان احنا هناخد صوره زي ديت. تعالى ناخد الصوره دي كوبي. تعالى ندوس عليها اهو، كوبي ايمج. تعالى ندخل جوه الورك فلو مثلا ونحط الصوره هنا. تعالى ندخل جوه لونج سليف دريس مثلا. انا لقيت الدريس ده شكله كويس. وهنيجي هنا، بص بقى عشان الحته دي تريكي. هنا ديت انت عايز تعمل سيلكت على ايه، فاكتب دريس. يعني هنا ما تكتبش تيشيرت بقى خلاص، او وات ايفر انت عايز ايه، تشوز، عايز تكتب هاند، ارم، حجاب، سكارف، وات ايفر انت عايز تغير ايه، الحاجه تتغير معاك. تعال نجرب كده ونعمل تيست ونشوف الحاجه تمشي ازاي. اتاكد اصلا انك انت عند التي شيرت هنا ممكن ما تكتبش اي حاجه انت عايزها. يعني ممكن ما تكتبش حاجه خالص، وده برضو انا بريكومنده طالما انت الصوره واضحه والصوره الثانيه واضحه. تعالى بس هنا اهم حاجه في الكيو انك انت تشوف الماسك بتاعك هيطلع شكله عامل ازاي. هنا الماسك طلع مش مظبوط. انا عايز الدريس، الدريس بس. انا كده كده هو الماسك على الكاركتر بتاعي كله. فاهم الفكره؟ ده يبقى غلط لسبب ان هو مش هيجيب لك الحاجه كامله. اها، يبقى احنا هنا في الجزء بتاع لور بودي فعلا عمل سيلكت على الدريس بس. فانت حسب انت بتظبطها ازاي. زي ما انت شايف بقى هنا هندخل على الجزء بتاع الكي سامبلر. هيبدا يشوف الدريس اللي احنا مدينه له والدريس اللي هي اوريدي لابساه، ويبدا يسويتش ما بين الاثنين دريس. انا هسرع الفيديو وبعد كده اوريك النتيجه طلعت عامله.
تحفه، حاجه زي ما انت شايف فوق الخيال. لو احنا جينا بنقارن الاثنين دريس ببعضيهم، فده الدريس حتى بص مبكسل وحالته طالع عينيها خالص، لان انا جايب صوره الريزوليوشن بتاعها ما كانش قد كده، 175 في 263. يعني ده الحمد لله ان هو عرف يطلع منها اي حاجه. فزي ما انت شايف كده الدريس، وعارف ان في حزام موجود هنا، وعارف ان الجزء اللي فوق تحت الطرحه فمالوش لازمه. انت فاهم الفكره؟ ونفس السلكت على كل حاجه. احنا عاملينها اداء فظيعه فظيعه فظيعه، بالذات للناس اللي عندهم منتج او عندهم صفحه على الانستجرام وعايزين يغيروا ومش عايزين بقى يقعدوا يكلفوا في موديلز وكده. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. اخر حاجه مع بعضينا مثلا كده، انا لما باجي ادور على صوره لموديل بجيب صوره بكتب هنا كده ميل موديل فور تي شيرتس مثلا، ده لو انا عايز التي شيرت. بس بتاكد ان انا بدوس على كلمه تولز وبقوم جاي هنا ومختار لارج عشان الاقي صور الجوده بتاعتها عاليه. فكمثال مثلا تعال نشوف الولد دوت، يعتبر الصوره بتاعته كويسه والجوده بتاعتها كويسه. تعال ناخدها كوبي، تعال نحط الصوره هنا. انا كده وريتكم اصلا الطريقه الاولانيه، وريتكم ازاي تجيب باترن. تعال بقى اوريك الحته بتاعت التيشيرت. انا كتبت بلاك تي شيرت اون ا وايت باك جراوند ويز ا ميتال باند فاير سكال لوجو ان ذا ميدل، ومدوس على كلمه كرييت برضه عشان اوريك ايميجن واوريك الجوده بتاعت ايميجن. الستايل بتاعه تحفه جدا، انا بحبه يعني. بالذات انك انت بتختار هنا انت عايز الصوره بورتريه، عايز الصوره سكوير. فلو البورتريه ما طلعش حلو تعال نرجع تاني ونعمل الحوار سكوير. جميل جدا جدا جدا، انا عجباني الصوره دي قوي، تحفه. فتعالى ناخد دي كوبي، تعالى ندخل هنا كنترول في، وبدل ما احنا هنا بقى نكتب تاني شيرت وندوس كيو، نتاكد ان الماسك بتاعنا فعلا عامل سيلكت على الشيرت بس. يب، بص لو هو عامل على الشيرت جرب بس، يعني كنوع من اكتب تي، يعني خليه بدل ما هو شيرت خليه تي شيرت. لو جاب التي شيرت بس يبقى انت كده 100 100. ما جابهاش خلاص يبقى هو كده الايد جايه معاه عشان قريبه مثلا من اللون وكده. عايز اقول لك ما بيأثرش قوي لان هو كده كده بيفهم الكونتكست، يعني بيفهم الموضوع من الصوره كلها وبيبدا يظبطها. وزي ما انت عارف اصلا هو بيقوم جاي هنا جاي قاصص التيشيرت بطريقه مظبوطه، يعني هو حطه بقى على باك جراوند على اي حاجه، هو بيقوم جاي قاصص الصوره بتاعتك بتاعت التيشيرت وحاططها على باك جراوند بيضه. وزي ما انت شايف بدأ يشتغل عليها اهو. نسرع الفيديو تمام علشان مية مية. زي ما انت شايف الصورة بتاعت التيشيرت طالعة اكزاكتلي نفس الصورة بتاعت التيشيرت اللي احنا مديناها له. يعني هو بنفس الكلمة بنفس كل حاجة. ده الحلو في الحوار بتاع ستايل وفيل. قبل كده كان بيطلع لك حاجة شبه اللبس اللي انت مختاره، انت فاهم الفكره؟ او ان هو يوم جاي عامل ماسك، او انه ياخد الماسك، يعني كان لا ماسك لده لا ماسك لده، انه يدمج الاثنين في بعض ما كانتش بتبقى مظبوطه خالص. فكويس ان احنا بقى معانا حاجه كويسه في كده. طبعا حرفيا تقدر تغير اي حاجه تمام. والفيديوهات اللي بعد كده هتبقى احنا هنتكلم عن كذا حاجه. انا مش عايز اطول عليك في الفيديو دوت لان هو الموضوع يعني بسيط تمام. المودلز اللي احنا بنستخدمها برضه انا اقولها لك. انا بستخدم فلوكس فيل اف بي 8، بستخدم كليب اي، بستخدم اف بي 16، بستخدم اللي انت عايزه. ممكن تستخدم انا هنا بستخدم فلوكس ريدكس بما انه مفيش غيره، وبستخدم سيك كليب الاي موديل. فكل الحاجات دي كلها موجوده في ورك فلوز قبل كده احنا كنا عاملينها مع بعضينا، مش حاجه جديده، مفيش اي حاجه جديده موجوده من ناحيه الموديل. كل الموضوع بس هو الكونستراكشر بتاع الورك فلو ذات نفسها تمام. بس فده كده الجزء الاولاني. وبالنسبه طبعا لاعضاء باتريون، احب اشكر الاعضاء الجداد احمد اماره وفلان فرلين فورتلان مش عارف اقولها صح ولا غلط، وخالد يوسف. تسلم على الدعم بتاعكم، تسلموا كلكم كل الناس الاعضاء الجمال بتوعنا في باتريون. بجد تسلم على دعمكم ودعمكم المستمر. ده كده بالنسبه لكل حاجه. طبعا زي ما بقول لك قبل كده تقدر تشارك معانا في باتريون. باتريون يعتبر انت مش بتشترك علشان تاخد حاجه معينه، لا انت لو اشتركت في الباقه اللي $1 او اشتركت في الباقه اللي ب5 او اللي ب1000 او وات ايفر انت اشتركت في انهي باقه، انت هتاخد كل حاجه موجوده هنا. لكن انت بتبقى هي يعني الفكره كلها بتبقى كدعم بس.
مش اكتر من انك انت بتشتري برودكت. انت فاهم قصدي في الموضوع ده؟ يا عم تعالى ادخل كلمني في الجيميل لو انت عندك اي مشاكل او مش قادر تافورت اي حاجه، قول لي وابعت لك اللي انت عايزه، ما عنديش اي مشكله تماما. انما هو الباتريون انا عامله كنوع من انواع الدعم، لان انا زي ما قلت لكم انا مركز على الجزء بتاع اليوتيوب. جات لي والله جوب اوفر في كذا مكان، ولكن انا رفضتها لانها لقيتها انها تيجي عليا جدا في وقتي. انا مش من النوع اللي بحب يعني، بالذات لو انت الشغل عندك هنا في مصر الموضوع بيبقى قاسي شويتين ثلاثه، ما بيبقاش الشغل ان انا مثلا ايه، عارف انت اليوتيوبيا بتاعت انك انت تشتغل 13 ساعه مفيش مشكله وتروح تاخد دش كده وتاكل وتسجل بقى حلقات اليوتيوب وتقعد شويه تقفن وتنام تصحى تروح، مفيش الكلام ده. او انا واحد من الناس انا ما عنديش المينتاليتي دي خالص. انا لو صحيت من النوم عشان بدايه يوم شغل انا بروح يعني بروح مش شايف قدامي، احط دماغي على المخده اصحى تاني يوم اروح الشغل. يومين الاجازه دول يومين بتوعي، انا ما زلت جيمر وما زلت اوتاكو، فيعني انا بحب اشوف انمي، بحب العب العاب، يعني الحاجات دي كلها. فانا لما بيجي لي يوم اجازه ما انا لازم اقعد اعمل الحاجتين دول، فساعتها كان اليوتيوب هيفلسع مني خالص. فانا ما يرضينيش طبعا، لان انا زي ما انا قلت. فالدعم الوحيد اللي انا ببقى واخده هو الدعم اللي بيبقى خاص من الباتريون. طبعا دعمك ده هيخليني استمر في القناه، لان زي ما انت بقى عرفت الموضوع بيبقى صعب شويه الواحد يمنتين حوار القناه، بالذات ان القناه دلوقتي اليوم اللي انا خدته اجازه ما بين كل فيديو وفيديو ده اليوتيوب بيعاقبك وقتي على الموضوع دوت في ان ايه الفيو بتقل والسبسكريبشن بيقل والحاجات دي كلها بتقل. فعلشان ما اقعدش بقى ازعجك انت بالكلام ده كله، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. الفيديوهات اللينكات هتبقى موجوده في الديسكريبشن كالعاده. اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.